أهلا بيكم. كلنا عارفين سلسلة مطاعم ماكدونالدز، بس هل تعرف إزاي بقت إمبراطورية بمليارات الدولارات؟ هل تعرف ماكدونالدز بتعمل كام فلوس كل سنة؟ هل تعرف ليه ماكدونالدز بقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة رقم 1 في العالم؟ خليك معايا للآخر، لأن النهاردة هنتعمق في رحلة ماكدونالدز المثيرة، وإزاي أخوين بدأوها، وإزاي راجل اسمه راي كروك وصلها للمستوى اللي بعده، والاستراتيجيات القوية في البيزنس اللي خلتها اللي هي عليه النهاردة. في نهاية الفيديو ده مش بس هتعرف تاريخ ماكدونالدز، لكن كمان هتتعلم دروس قيمة عن النجاح في البيزنس وفي الحياة. ده مش إعلان لسلسلة المطاعم، ولا تحريض ضد المقاطع منكم، ولا في ترويج لدعمهم للكيان المجرم. احنا بس بنحكي قصة نجاحهم قبل كل ده ما يبدأ. جايز تكون ملهمة لحد من شبابنا، ونشوف براند عربي أفضل منهم. لو لسه جديد هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ مع بعض رحلة ماكدونالدز. قصتنا بتبدأ في الأربعينات في أمريكا. أخين ريتشارد ديك ماكدونالدز وموريس ماك ماكدونالدز اتولدوا في نيو هامشاير بأمريكا. كانوا من عيلة بسيطة وبيحلموا بالنجاح. كانوا عايزين يعملوا حاجة كبيرة، حاجة تخليهم أغنياء وناجحين. زي شباب كتير وقتها كانوا بيؤمنوا إن كاليفورنيا هي أرض الفرص، فجهزوا شنطهم واتنقلوا لمدينة سان برناردينو في كاليفورنيا. سنة 1940 الأخوين ماكدونالدز فتحوا مطعم صغير اسمه ماكدونالدز باربيكيو. كان زي أي مطعم تاني في الوقت ده، 2 جرسونات بيخدموا الناس وهم في عربياتهم، وقائمة أكل كبيرة وخدمة بطيئة. لكن بعد ما شغلوا المطعم كام سنة لاحظوا حاجة. الأخوين ماكدونالدز شافوا إن معظم زباينهم كانوا بيطلبوا بس 3 حاجات: برجر، بطاطس مقلية، وميلك شيك. عشان كده في سنة 1948 خدوا قرار جريء، قفلوا مطعمهم لمدة 3 شهور. أيوة، قفلوه بالكامل. ليه عملوا كده؟ لأنهم كانوا عايزين يعملوا حاجة جديدة وسريعة ومختلفة. لما فتحوا تاني قدموا نظام خدمة جديد خالص اسمه نظام الخدمة السريعة، اللي كان طريقة ثورية لتقديم الأكل بسرعة. الأخوين ماكدونالدز عملوا نظام مطبخ، كل عامل فيه كان عنده مهمة معينة: واحد يشوي اللحمة، واحد يجمع البرجر، وواحد يضيف الصوص، وواحد يغلف الأكل. دي كانت طريقة طبخ خط التجميع اللي كانت مستوحاة من مصانع عربيات هنري فورد. النظام ده ليه كان ثوري؟ أولا لأنه سريع جدا. بدل ما الزباين يستنوا 20 ل 30 دقيقة، كانوا بياخدوا أكلهم في أقل من دقيقة. كمان قايمة محدودة، كانوا بيبيعوا برجر بس وبطاطس وميلك شيك، وده خلى الخدمة أسرع. كمان مفيش جرسونات، الزباين كانوا بيمشوا لحد الكاونتر عشان يطلبوا، وده قلل التكاليف. كان نظام بسيط وسريع وفعال. نجح سنة 1952. ماكدونالدز كانت بتكسب 350 ألف دولار في السنة، وده كان مبلغ ضخم وقتها. مطعمهم بقى مشهور جدا لدرجة إن الناس كانت بتعمل طوابير بره كل يوم. أصحاب مطاعم تانية كانوا عايزين يقلدوا فكرته، وهنا الأخوين ماكدونالدز أدركوا إن عندهم حاجة كبيرة. هنا بيجي أهم شخصية في قصتنا، الراجل اللي هيغير ماكدونالدز للأبد، راي كروك. مين هو راي كروك؟ اتولد سنة 1902 في إلينوي بأمريكا. بدأ كبياع كوبايات ورق، وبعدها بقى بياع ماكينات ميلك شيك. في يوم من الأيام سنة 1954 راي كروك لاحظ حاجة غريبة. مطعم صغير في سان برناردينو بكاليفورنيا طلب 8 ماكينات ميلك شيك في نفس الوقت. ده كان شيء غريب، مفيش مطعم صغير بيحتاج العدد ده من المكن. فري كروك الفضول خده وقرر يزور المطعم، واللي شافه صدمه. الطابور بره المطعم كان ضخم، والأكل بيطلع في ثواني، كان أسرع من أي حاجة شافها قبل كده. راي شاف المستقبل على طول، أدرك إن ده مش مجرد مطعم، ده نموذج بيزنس ممكن يستنسخ ويتوسع في البلد كلها. فسأل عن الأخوين ماكدونالدز وسألهم: عمركم ما فكرتوا تعملوا امتيازات للمطعم ده؟ تخيلوا 100 فروع ماكدونالدز في كل أمريكا. الأخوين ماكدونالدز ما كانوش مهتمين قوي، وكانوا مبسوطين بأنهم بيديروا مطعم واحد وناجح. ما كانوش عايزين ضغط التوسع، ما كانوش بيصدقوا إن ده ممكن ينجح على نطاق واسع. لكن راي ما كانش من النوع اللي بيستسلم، أقنعهم إنه يتولى موضوع الامتيازات. في سنة 1955 راي كروك فتح أول فرع الماكدونالدز في إلينوي، ودي كانت بداية توسع ماكدونالدز الضخم. راي كروك كان عنده رؤية، كان بيتخيل مئات بل آلاف من مطاعم ماكدونالدز في كل أنحاء أمريكا.
لكن كان في مشكلة كبيرة، الأخوين ماكدونالدز ما كانوش بيشاركوا رؤيته. كانوا مبسوطين وهم بيديروا مطعمهم الناجح وما كانوش مهتمين قوي بالتوسع الضخم. راي كروك كان نوع مختلف من رجال الأعمال، كان بيؤمن بإن الواحد لازم يفكر كبير ويخاطر. خد قرار جريء، بدأ يمنح امتيازات ماكدونالدز لوحده سواء كان معاه دعم كامل من الأخوين أو لأ. دي كانت مخاطرة كبيرة. الامتيازات كانت معناها إن ناس تانية ممكن تفتح مطاعم ماكدونالدز، لكن لازم يتبعوا نفس القواعد والجودة والنظام. في المقابل كانوا بيدفعوا رسوم لراي كروك. في الأول الأمور كانت بطيئة، لكن راي كروك كان مصمم. بدأ يدور على أصحاب امتيازات مناسبين، ناس بتشاركوا نفس الرغبة في النجاح. ما كانش بيبيع الامتيازات لأي حد، كان بيختار ناس مجتهدة وطموحة. مطاعم ماكدونالدز بدأت تظهر في كل مكان، لكن حتى مع توسع راي كروك السريع كان عنده مشكلة كبيرة. في البداية الامتيازات ما كانتش بتجيب له فلوس كتير. حتى مع فتح مطاعم ماكدونالدز جديدة هو كان بيعاني ماديا، لأنه كل ما مطعم جديد كان بيفتح معظم الأرباح كانت بتروح للأخوين ماكدونالدز مش ليه. راي كروك كان مضى على عقد سيء، عقد كان بيحدد أرباحه. الأخوين ماكدونالدز كانوا لسه متحكمين وما كانوش عايزين يغيروا العقد. راي كروك كان محبط، كان بيشتغل ليل ونهار ويفتح مطاعم جديدة ويتعامل مع المشاكل ويطور علامة ماكدونالدز التجارية، لكنه ما كانش بيكسب فلوس كفاية. والأسوأ الأخوين ماكدونالدز كانوا عنيدين جدا، ما كانوش عايزين يتوسعوا بسرعة ورفضوا يسمحوا بتغييرات كبيرة في البيزنس. وهنا بقى راي كروك خد أكبر قرار في حياته. راي كروك ما قدرش يتحمل أكتر من كده، كان عايز السيطرة الكاملة على ماكدونالدز. فعشان كده في سنة 1961 عرض على الأخوين ماكدونالدز إنه يشتري ماكدونالدز منهم. في الأول الأخوين رفضوا، ما كانوش عايزين يبيعوا البيزنس بتاعهم، لكن راي ما استسلمش. بعد شهور من المفاوضات أقنعهم أخيرا يبيعوا ماكدونالدز ب2.7 مليون دولار. في الوقت ده 2.7 مليون دولار كان مبلغ ضخم، خلى الأخوين ماكدونالدز أغنياء وكانوا مبسوطين بالصفقة. لكنهم عملوا غلطة فادحة، ما كانش عندهم أي فكرة قد إيه ماكدونالدز هتبقى كبيرة. لكن بعد ما اشترى ماكدونالدز راي غير كل حاجة وبنى إمبراطورية هتجيب مليارات. دلوقتي بعد ما بقى راي كروك السيطرة الكاملة عمل تغييرين أقوياء جدا حولوا ماكدونالدز لعملاق عالمي. أولا بيزنس العقارات. ماكدونالدز ما بقتش مجرد بيزنس وجبات سريعة، بقت بيزنس عقارات. بدل ما يبيع الامتيازات وبس، هو اشترى الأرض اللي بتتبني عليها مطاعم ماكدونالدز وبعدين أجر الأرض لأصحاب الامتيازات. ده كان معناه إن كل ما مطعم ماكدونالدز جديد يفتح راي كروك بيكسب فلوس من الإيجار. حتى لو مطعم فشل هو لسه بيمتلك الأرض القيمة. مع الوقت ماكدونالدز بقت واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم. الاستراتيجية دي كانت عبقرية. معظم سلاسل الوجبات السريعة بتبيع أكل وبس، لكن ماكدونالدز كانت بتعمل فلوس من الأكل ومن العقارات. عشان كده ماكدونالدز بتعمل فلوس من الإيجار أكتر من البرجر النهاردة. ثانيا التسويق والعلامة التجارية. راي كروك كان عارف إنه عشان يخلي ماكدونالدز علامة تجارية عالمية محتاج تسويق قوي. عمل لوجو ماكدونالدز الأقواس الذهبية الشهير اللي بيتعرف في العالم كله. أطلق حملات إعلانية ضخمة عشان يخلي ماكدونالدز اسم معروف في كل بيت. قدم رونالد ماكدونالد المهرج الودود اللي خلى ماكدونالدز محبوب عند الأطفال. ركز على العائلات والأطفال، وده خلى ماكدونالدز المطعم المفضل للأطفال. الاستراتيجية دي نجحت تماما. العائلات بدأت تختار ماكدونالدز بدل المنافسين والمبيعات ارتفعت بشكل كبير. بحلول السبعينات ماكدونالدز بقت لا يمكن إيقافها. توسعت للأسواق العالمية وفتحت في كندا وبورتريكو في سنة 67، واليابان وألمانيا واستراليا سنة 71، وفرنسا والمملكة المتحدة سنة 74. لكن راي كروك ما كانش راضي، كان عايز ماكدونالدز تبقى في كل مكان. عشان يحقق ده راي كروك وفريقه طوروا استراتيجيات جديدة خلت ماكدونالدز أنجح علامة تجارية للوجبات السريعة في التاريخ. واحد من أكبر أسباب نجاح ماكدونالدز هو أسعارها اللي في متناول الجميع. لما ماكدونالدز بدأت معظم المطاعم كانت غالية والناس ما كانوش بيقدروا ياكلوا بره غير في المناسبات الخاصة. لكن ماكدونالدز غيرت ده. راي كروك كان بيؤمن إن أي حد المفروض يقدر يستمتع بوجبة لذيذة، سواء كان غني أو من الطبقة المتوسطة.
واحدة من أذكى الأفكار في تاريخ ماكدونالدز كمان كانت الهابي ميل. في أواخر السبعينات ماكدونالدز أدركت إن الأطفال بيلعبوا دور كبير في قرار العائلة تاكل فين. لو الأطفال حبوا ماكدونالدز أهاليهم هيجيبوهم تاني وتالت. فعشان كده سنة 1979 ماكدونالدز قدمت هابي ميل، وجبة مصممة للأطفال كان فيها برجر صغير أو ناجتس وبطاطس مقلية ومشروب، والأهم من ده كله لعبة مجانية. دي كانت استراتيجية عبقرية. الأطفال حبوا الألعاب وكانوا بيتحايلوا على أهاليهم عشان يودوهم ماكدونالدز. هابي ميل بقت نجاح ضخم وخلت ماكدونالدز الخيار الأول للعائلات، والنهاردة ماكدونالدز بتبيع أكتر من مليار وجبة هابي ميل كل سنة. كمان ماكدونالدز فهمت إن الناس ما بتحبش تستنى الأكل، الناس عايزة خدمة سريعة خصوصا في عالمنا اللي مشغول دلوقتي. فعشان كده ماكدونالدز قدمت نظام الطلبات من السيارة سنة 1975. ده سمح للزباين يطلبوا وياخدوا أكلهم من غير ما ينزلوا من عربياتهم. كمان ماكدونالدز كانت عارفة إنها لو عايزة تبقى علامة تجارية عالمية محتاجة معايير نظافة وتعقيم صارمة. كتير من المطاعم كانت بتعاني من النظافة، لكن ماكدونالدز خلت النظافة أولوية. كل مطعم ماكدونالدز كان لازم يتبع قواعد صارمة. العمال لازم يغسلوا ايديهم كل 30 دقيقة، والمطبخ لازم يتنظف كذا مرة في اليوم، وكل حاجة في المطعم لازم تكون نظيفة. ده بنى الثقة مع الزباين. الناس كانت عارفة إنها مهما زارت أي فرع ماكدونالدز هتاخد أكل نظيف وصحي. كمان واحدة من أكبر أسباب نجاح ماكدونالدز في العالم إنها بتتأقلم مع الثقافات المختلفة. بدل ما تجبر الناس على الأكل الأمريكي، ماكدونالدز بتغير قائمتها عشان تناسب الأذواق المحلية. في الهند بما إن كتير من الهنود ما بياكلوش لحم بقري، ماكدونالدز قدمت برجر ماكالو تيكي اللي أساسه بطاطس. في اليابان ماكدونالدز بتقدم برجر ترياكي بصوص ياباني. في الصين ماكدونالدز بتقدم أجنحة فراخ حارة اللي مشهورة في الأكل الصيني. وفي الشرق الأوسط ماكدونالدز بتقدم لحم حلال عشان تحترم القوانين الغذائية الإسلامية. الاستراتيجية دي كانت عبقرية. بدل ما تتشاف كعلامة تجارية أمريكية، ماكدونالدز بقت علامة تجارية محلية في كل بلد، وبسبب كده ماكدونالدز ناجحة في أكتر من 100 بلد. لو جينا نبص على مصادر أرباح ماكدونالدز هنلاقي إن ماكدونالدز ما بتعملش فلوس بس من الأكل زي ما قلنا قبل كده، بتعمل فلوس من 3 مصادر قوية. طبعا أولهم مبيعات الأكل. مطاعم ماكدونالدز بتبيع ملايين البرجر والبطاطس كل يوم. تانيهم العقارات. ماكدونالدز بتمتلك كميات ضخمة من الأراضي وبتكسب فلوس من تأجير المواقع لأصحاب الامتيازات. تالت حاجة رسوم الامتياز نفسه. كل صاحب امتياز لماكدونالدز لازم يدفع نسبة من أرباحه لماكدونالدز. عشان كده ماكدونالدز بتكسب مليارات الدولارات كل سنة. هي مش مجرد شركة وجبات سريعة، هي إمبراطورية عقارات وبيزنس، وده اللي بيخليها أكبر علامة تجارية للوجبات السريعة في العالم. قبل ماكدونالدز الناس كانت بتاكل بس في البيت أو في مطاعم فخمة. الأكل بره كان غالي وبطيء، لكن ماكدونالدز غيرت كل حاجة. الأكل السريع بقى جزء طبيعي من الحياة. الأكل بره بقى في متناول الجميع، العائلات والعمال والطلاب كلهم كانوا بيقدروا يستمتعوا بوجبة في دقايق. ماكدونالدز ما باعتش أكل وبس، هي غيرت طريقة تفكير العالم في الأكل. عملت ثقافة أكل سريع بأسعار معقولة ومناسبة للعائلات، والنهاردة هي لسه بتواصل الابتكار والنمو، وده اللي بيخليها شركة الوجبات السريعة رقم 1 في العالم. طيب تعالوا ناخد دروس كده من نجاح ماكدونالدز. إزاي ماكدونالدز بقت أعظم إمبراطورية للوجبات السريعة؟ هم بدأوا بعربية برجر صغيرة، وبعدها راي كروك حولها الإمبراطورية بمليارات الدولارات. لكن القصة ما خلصتش هنا. ماكدونالدز ما كبرتش وبس، هي غيرت طريقة أكل الناس وطريقة إدارة الشركات وطريقة توسع الشركات في العالم. دلوقتي هنستكشف إزاي ماكدونالدز بتفضل تنمو حتى النهاردة، وإزاي واجهت الفشل ورجعت أقوى، وإزاي التكنولوجيا بتشكل مستقبل ماكدونالدز، والدروس القوية اللي ممكن نتعلمها من الشركة الأسطورية دي. حتى بعد ما بقت أكبر علامة تجارية للوجبات السريعة في العالم، ماكدونالدز عمرها ما بطلت تتطور، لأن البقاء في المركز الأول زي ما احنا عارفين أصعب من الوصول إليه. عشان كده ماكدونالدز عملت بعض التحركات العبقرية عشان تفضل سابقة المنافسة.
حتى لو البرجر والبطاطس هما اللي خلوها مشهورة، فضلت تضيف أصناف جديدة عشان تجذب زباين أكتر. تعالوا نشوف بعض من أنجح الإضافات دي كانت إيه. بيج ماك سنة 1968، وده برجر أكبر ومليان أكتر للناس اللي عايزة زيادة. فيليه أو فيش 1962، اتقدم للزباين اللي ما بياكلوش لحم بقري خصوصا الكاثوليك. تشيكن ماك ناجتس 1983، نجاح ضخم، بقى واحد من أشهر الأصناف في ماكدونالدز. ماك فلوري 1997، ودي حلوة لذيذة وممتعة للأطفال والكبار. قهوة ماك كافيه 2009، ماكدونالدز بدأت تنافس ستاربكس بتقديم قهوة مميزة بأسعار معقولة. وكمان التأقلم مع أي أزمة، مفيش شركة بتنمو من غير ما تواجه تحديات وفشل. ماكدونالدز واجهت مشاكل كتير على مر السنين، وبعض أكبر المشاكل دي كانت المخاوف الصحية. الناس بدأت تتجنب الوجبات السريعة بسبب السمنة، وكمان الأزمات الاقتصادية. في أوقات الكساد الناس بتصرف فلوس أقل على الأكل بره، لكن ماكدونالدز دايما كانت بتلاقي طريقة عشان تفضل موجودة وتنمو. قدمت خيارات صحية أكتر زي السلطات والفاكهة، وعرضت وجبات بخصومات وقت الأزمات الاقتصادية، واستخدمت تسويق ذكي عشان تفضل سابقة كل المنافسين. طب يا ترى ماكدونالدز بص للمستقبل ازاي؟ ماكدونالدز بتستخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة عشان تخلي الطلبات أسرع وأسهل. بعض المطاعم دلوقتي فيها أكشاك طلب ذاتي، الزباين ممكن يطلبوا بنفسهم من غير ما يستنوا في طابور. كمان الطلبات من السيارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مساعد صوتي بياخد الطلبات من غير عمال بشريين. وكمان في طباخين روبوتات، بعض فروع ماكدونالدز دلوقتي بقت بتجرب الروبوتات عشان تطبخ البرجر والبطاطس المقلية. كمان بيتوسعوا في بلاد أكتر. ماكدونالدز لسه بتفتح فروع جديدة في العالم. بلاد زي الهند والصين والبرازيل بتشوف نمو كبير في مطاعم ماكدونالدز. هدف ماكدونالدز إنها تفتح في كل بلد وتخدم ملايين الزباين في العالم كله. الأكل الصحي والأكثر استدامة، عشان تجذب الزباين اللي بتهتم بالصحة. ماكدونالدز بتعمل تغييرات كبيرة في قيمتها، مكونات أقل وخيارات نباتية أكتر زي ماك بلانت برجر، وقهوة عضوية وتغليف مستدام. ده بيساعد ماكدونالدز تفضل مناسبة في عالم بيتغير كل شوية. بعد ماكدونالدز ما أصبحت إمبراطورية عالمية، راي كروك بقى واحد من أكتر رجال الأعمال تأثيرا في التاريخ. لكن رحلته ما انتهتش بمجرد النجاح. أيامه الأخيرة كان فيها تحديات ودروس وإرث لا ينسى. في السبعينات ماكدونالدز كانت خلاص بقت شركة بمليارات الدولارات، وعندها آلاف الفروع في العالم كله. لكن راي كروك ما كانش من النوع اللي بيحب يقعد ويرتاح. حتى بعد ما ساب منصب المدير التنفيذي فضل مشارك بعمق في البيزنس، ودايما كان بيدور على طرق عشان يطور ويتوسع. لكن النجاح جيب تمن. راي كروك عانى من مشاكل صحية، خصوصا بسبب شربه الكتير. برغم من مشاكله الصحية، شغفه بالبيزنس عمره ما قل. سنة 1974 وهو عنده 72 سنة خد تحدي جديد. اشترى فريق بيسبول كان بيعاني اسمه سان دييغو بادرس. كان هدفه يحوله لفريق بيكسب بطولات، بالظبط زي ما حول ماكدونالدز. لكن السن والمشاكل الصحية كانت أكبر منه. مع الوقت صحته ساءت، وبحلول أوائل الثمانينات ما بقاش قادر يدير أعماله. في 14 يناير 1984 وهو عنده 81 سنة راي كروك مات بسبب قصور في القلب. حتى لو راي كروك مات، رؤيته فضلت عايشة. وقت وفاته ماكدونالدز كان عندها أكتر من 7500 مطعم في 31 بلد، وبتكسب مليارات الدولارات كل سنة. لكن دي كانت مجرد البداية. النهاردة ماكدونالدز هي أكبر سلسلة وجبات سريعة في العالم، عندها أكتر من 40 ألف مطعم في أكتر من 100 بلد، بتأكل ملايين الناس كل يوم. وده بيثبت إن حلم شخص واحد ممكن يغير العالم. الراجل ده ممكن نتعلم منه دروس كتيرة في البيزنس. نتعلم إن النجاح ما بيجيش في ليلة وضحاها. هو كان عنده 52 سنة لما لقى فرصته الكبيرة. نتعلم إن عمرك ما تبطل تتطور. هو خد مطعم برجر صغير وحوله لإمبراطورية عالمية. نتعلم إن لازم يبقى عندنا فكر كبير. هو ما باعش أكله بس،
هو عمل علامة تجارية ما تتنسيش. ممكن يكون راي كروك مات، لكن كل مرة حد بيطلب برجر من ماكدونالدز بيكون جزء من رحلته المذهلة. حياته بتثبت إن بالرؤية والشغل الجاد والتصميم أي حاجة ممكنة. دي كانت قصة إزاي راجل واحد غير طريقة أكل العالم للأبد. لو لقيت القصة دي ملهمة ما تحتفظش بيها لنفسك، شارك رأيك في التعليقات وشاركها مع أصحابك وعيلتك، يمكن يتعلموا درس من دروسها. النجاح بيسيب وراه دلايل، والقصة دي كانت مليانة دروس قوية. شكرا لاستماعكم، وشكرا انكم كنتوا مع تي توكس. اشوفكم المرة الجاية.